السلام عليكم. بعد التسريبات اللي قامت بها فرقة جبروت على المؤامرة اللي كانت ضد ولي العهد الحسن الثالث، قامت الأم نتاعه لاله مسلمة بنقله على طائرة خاصة إلى فرنسا في يوم واحد وعرضتها على أطباء لتلقي فحوصات طبية. إيماجيني نتايا كولونيل ماجور ومرشح به يكون مليك ولي العهد راقد على كرشه وطبيب شرعي بريكولي له في التروسو فيريفي له ستالاسيون. قال لك الطباخ الفرنسي خلط له الماء مع الزيت، الهرمونات الذكريه هذيك مع الانثويه، قال لك طغاو له الهرمونات تاع الانوثه باه يتحول الى بابا بوي. مؤامره اللي تعرض لها ولي العهد مسكين، الهيبه كاع راحت له، خلطوا له الماء مع الزيت مسكين. علاه تجيبوا طباخ فرنسي؟ نتوما كي نوضون نهضروا على الطبخ تقول لي السوشي مغربي، الكشري مغربي، المسمن مغربي، الزلابيه تاع بوفاريك مغربيه. على عليك تجيب طباخ فرنسي؟ هو طفرها فيه حرق لا جوان كيلاس راه يخلط الماء مع الزيت دروه. هذا مسكين، هذا طامعين فيه العياشه وبيبليو لي فوطو نتاعه ويقول لك انظر نظرات الرعب في ودنيه، هذا الذي سيسترجع امجاد المملكه وسيسترجع الصحراء الغربيه والشرقيه وسبته ومليليه والصحراء البنيه. هذا مسكين عاونوه غير يسترجع غير الهرمونات نتاعه، خليوه ترونكيل. هذا طمعوا فيه.